شوف يا اخي، يا سبحان الله، طول عمري اسمع عن العشرة الطيبة. النهارده اول مرة في حياتي اشوفها نتيجة في ماتش. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه نتيجه في بطوله كاس العالم بعدها عاجل ورسميا نادي الزمالك يطالب انه الاحق بالمشاركه في المونديال من السنه اللي جايه. والله زي ما بقول لك كده. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد، مساء شريف لجمهورنا العظيم ولعائلتنا الفخيمه. وكالعاده سؤالين وتصويتين في بدايه الحلقه. ما هي نسب ثقتك في وجود النادي الاهلي في دور ال 16 في بطوله كاس العالم للانديه وتاهله من دور المجموعات من نسبه 0 لنسبه 100%؟ والسؤال الثاني والاهم كمان، هل شايف او هل تتفق ولا لا تتفق على معاقبه محمود حسن تريزيجيه واستبعاده من التشكيل الاساسي لمباراه النادي الاهلي القادمه قدام فريق بالميراس؟ قول لي رايك تحت في التعليقات. وقبل اي حاجه عشان ما ننساش، اللهم يا رب فرجها على اخواننا، اللهم عليك باللي ما يتسموا، اللهم ارحم شهداء اخواننا وارحم موتانا جميعا وارحم ابي وعمي، اللهم احفظ ارض مصر من كل يد ارادت بها شر. اخبط عينك على عداد اللايكات، طمني عليك في التعليقات ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، والحمد لله العمليه خلصت على خير. يبقى على خير وانت بتتفرج معايا الحلقه دلوقتي بصورها في حدود الساعه 12:30. المفروض ان شاء الله النادي الاهلي خلال دقائق من دلوقتي هيكون بينطلق رحلته لمدينه نيوجيرسي عشان يبتدي يقيم معسكره هناك من هنا ليوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، موعد مباراه النادي الاهلي وفريق بالميراس في الجوله الثانيه من عمر بطوله كاس العالم للانديه. الرحله بتتحرك بعد ما تم الاطمئنان اولا على امام عاشور عمل العمليه الحمد لله بنجاح، على ان كابتن محمود الخطيب كمان اتصل بيه بعد العمليه دعمه بشكل كامل، طلب منه ان هو ما يرجعش غير بعد ما ياخد فتره نقاهته كامله، مفيش اي استعجال زي ما حصل كده الفتره الاولانيه. وما علمته ان في اتصالات ببعض الاطباء اللي عملوا عمليه الكتف بتاعه محمد صلاح بعد اصابته طبعا المشهوره قدام نادي ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا، خاصه ان صلاح نفسه لمح اكتر من مره ان الاصابه فضلت عامله له قلق نفسي خايف منها، ودي طبعا نقطه ممكن تكون مؤثره على اداء امام عاشور مع النادي الاهلي، وان شاء الله يرجع بكامل الباور بتاعه بعد شهرين من دلوقتي بعد ما ياخد فتره التعافي كامله بامر الله. ولكن الجهاز الاداري يستعد لان هو يعلن مجموعه من القرارات على مجموعه من اللعيبه خلال الساعات اللي جايه، مجموعه من العقوبات اولها كده مع حسين الشحات. طبعا ده هيكون بسبب الاهمال اللي حصل منه في الفرصه والاداء السيء جدا، خاصه مع الفرصه الاخيره اللي ضاعت في اخر ثانيه من عمر المباراه. والحقيقه يعني هتجنن والله يا جماعه. يعني بفكر كده بتفكير حسين انت كنت بتفكر في ايه بجد والله؟ يعني لو جيتوا بصيتوا للقطه يا جماعه، حسين الشحات استلم الكره من بعد ما يعني متطرفه شويه من بعد منطقه ال 18، انت بتجري مفيش اي حد معترضك، في حين ان ليونيل ميسي بيجري وجنبيه 3 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي. حضرتك قطعت تلتين الملعب وانت باصص تحت رجليك، الكره تحت رجليك وباصص تحت رجليك، في حين ليونيل ميسي اللي بيلعب من اول المباراه الراجل عمل 4 أو 5 سكانات، مره يبص يمين، مره يبص شمال، مره يبص وراه، مره يبص قدامه، كاشف الملعب لدرجه ان لك ان تتخيل ان حسين الشحات وهو يعني بنقول طب اديها القفشه، حتى ليونيل ميسي قرا اللعبه وراح مأخر نفسه شويه عشان يخلي قفشه في موقف شك، وراح قافل زاويه التمرير على محمد مجدي قفشه اللي كان يعتبر عدى من الدفاع. خلي بالك، تخيل ميسي بيعمل كل العمليات الحسابيه دي في دماغه، وعندنا حسين الشحات ما فكرش يعمل حاجه واحده بس لدرجه ان هو وقف بالكره اتقطعت منه. طبعا يستوجب العقوبه الثانيه اللي بيتم دراستها في الوقت الحالي، وجود عقوبه على محمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر، وده بسبب الصوره اللي عرضتها لك في حلقه الصبح بعد ما البهوات بعد المباراه سابوا النتيجه المحزنه لكل جمهور النادي الاهلي وجريوا على الاوضه بتاعت ميسي بيتسابقوا هما الاثنين عشان يسلموا على النجم ويتصوروا معاه وياخدوا التيشيرت بتاعه، ويولع جمهور النادي الاهلي على مستوى العالم كله اللي بعد ما المباراه خلصت، اللي ما عرفش ينام، اللي طبق وراح الشغل بتاعه وهو زعلان راح، ودمنا محروق ومغلي وهم ولا في الدماغ ولا في البطاطا. طبعا العقوبه اقل حاجه ممكن تتعمل على اللعيبه اللي تفكيرها من النوعيه دي. النقطة الأخيرة قبل ما نروح لطبعا الجدل الأكبر اللي حصل بعد مباراة امبارح، عايز ألفت الانتباه لحاجة لما كنا بنتكلم عنها قبل أول مباراة رسمية. كان الناس بتقول لك يا عم ما تبالغش يا دولة، عادي يعني يا دولة. إيه الموضوع بالظبط؟ كل اللعيبة بلا استثناء متفشخرة بالصور وبصورها مع ميسي، واللي عمال ينشر على الأكونت بتاعه، واللي عمال ينزل ستوريهات، واللي عمال تاني. يا جماعة هنعيده تاني؟ هنفضل في نفس الدايرة تاني؟ قبل المونديال قعدنا حضراتكم اللعيبه بتصور في التتش لقاءات قد كده عشان تبقى حصريه مع كابتن احمد شوبير بعد ما يجوا هنا في امريكا. بعد ما سافرنا امريكا لغايه يا مؤمن ليله المباراه لقاءات صحفيه مسجله، ما هي مسجله، بس في النهايه ايه اللي بيحصل بالمسجل ده؟ جدل ملوش اي 30 لازمه، تريقه
على محمد مجدي قفشه وطريقه كلامه والفكاهه اللي بقت رخمه قوي بالنسبه له، حسين الشحات والكلام اللي طلع بعقليه كلنا انتقدناها، مش عارف امام عاشور قال ايه، مش عارف طب اللعيبه هتجيب تركيز منين يا جماعه؟ معلش يعني انا اسف، ان ما كانش القرار الاداري طالع بمنع الظهور الاعلامي ومفيش اي قرار اتاخد بحاجه زي كده، لدرجه ان كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي طالع بيحلل ماتشات، واستاذ طارق قنديل طالع هو كمان ضيف على قناه اون تايم سبورت، اللعيبه هتجيب تركيز منين يا جماعه؟ ممكن نتعلم من اخطائنا وننقذ ما يمكن انقاذه قبل اخر مباراتين، ممكن بعد منع الظهور الاعلامي يتم منع استخدام اللعيبه للسوشيال ميديا بالكامل من هنا لنهايه البطوله، والا ما نبقاش بنتعلم الدرس ولا هنروح في حته ابعد من اللي احنا موجودين فيها. طبعا انا اسف يعني هيطلع لي بعض الناس واخواتي وحبايبي ورايهم على راسي من فوق، يا دول ما تحبكهاش، ما اعرفش ايه، لا احبكها، لان الخساره زي الماتش اللي فات ده ولا قدر الله الماتشات اللي جايه بملايين الدولارات على النادي الاهلي. ادركت الصوره بالكامل. تعالوا نروح للكلام المهم الفني بعد كده وتصريحات خوزيه ريبيرو اللي حبيت ان انا اتناولها النهارده على رواقه. خوزيه ريبيرو بعد الماتش امبارح قال لك هو الهاله اللي انا بشارك فيها دي كانت مفاجاه بالنسبه لي، يعني الموضوع مهيب بالنسبه لي، اول مره ان انا اشارك فيه، لكني سعيد جدا بالاجواء اللي انا بشارك فيها. طبعا المباراه يعني ضيعنا فيها فرص كتيره، كان في اخطاء كتيره في التمريرات، هنسعى ان احنا نتلاشاها خلال المباراه القادمه والمباراه اللي جايه نسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه فيها. طب اولا كده يعني التصريح اللي اتقال ده ما يخرجش انا اسف يعني من مدير فني تحت بير السلم. هو حضرتك وانت طالع بتقول انا متفاجئ بالاجواء، هل ده تصريح يوصل اللعيبه بتاعتك؟ يعني اللعيبه اللي هي المفروض اكتر خبره بقى منك في البطوله، لما تسمع ان المدير الفني بتاعها متفاجئ بالاجواء، المفروض ان هم يتعاملوا ازاي مع التصريح ده؟ النقطه الثانيه، لو حضرتك بتتكلم ان كان في عندنا مشاكل في التمرير، فاسال نفسك الكلام ده حصل ليه؟ ليه مع بدايه الشوط الثاني اللعيبه ما كانتش مركزه وكملت عليها بالتغييرات اللي دمرت اسلوب اللعب اللي انت كنت بادئ بيه من بدايه الشوط الاول، وكان ممتاز جدا ببناء الهجمه، وكل لاعب كان مصر ان الكره ما تخرجش من رجليه الا لزميله اللي جنبه. ايه اللي اتغير؟ لو اللعيبه نسيت التعليمات، فحضرتك دورك ان انت تكون واقف على الخط وتفكرهم ان هم يلتزموا بالتعليمات بتاعتك، مش كنت قاعد على الدكه وكأن اللي بيحصل والكوارث اللي نزلنا بيها من بدايه الشوط الثاني دي كانها كانت عادي جدا، وكنا واقفين مستنيين ان احنا نلبس جول. النقطه الثالثه والاخيره، هنرجع ونقول مرة تانية، تقسيم المباراة لمجموعة من الفترات، ولازم تحافظ على الأداء البدني بتاع اللعيبة بتاعتك، لأن مباراة بالميراس اللي جاية تيبيكال بالكربون، الأداء البدني بتاعها هيكون زي مباراة نادي انتر ميامي بالظبط. انتر ميامي في نص الموسم هناك، نادي بالميراس بادي الدوري البرازيلي هناك بقاله حوالي 9 أو 10 جولات، يعني جاهز وفت بنسبة 100%، وانت لو ما عملتش حسابك على حاجة زي دي هيحصل نفس السيناريو الماتش اللي جاي لا قدر الله. ولكن تعالوا بقى نروح لفقرة 5 ضحك وفرفشة المعتادة من الجانب الأبيض من المدينة مع أخبار المونديال لأول مرة معا في فقرة واحدة، اللي بتأتيكم النهاردة بعنوان يا وجع التصريحات اللي بتطلع في نفس التوقيت السنوي ده كل سنة من سنة للتانية. بصوا يا جماعة، في تصريحات بتتكتب عادي بالكيبورد، في تصريحات بتتكتب بالدموع، انما تصريحات بتتكتب بالبواسير. تعالى سمعها لك حضرتك. ده يقول لي معلش يا دولا ايه علاقه كاس العالم للانديه بنادي الزمالك؟ يقول لك لا حبيبي اخوك العلاقه وثيقه جدا. النهارده في اطار بدايه مباريات المجموعه الثالثه في بطوله كاس العالم للانديه، نادي بايرن ميونخ بيكتسح نادي اوكلاند سيتي بنتيجه 10 بالتمام، وكمان زي ما سمعت كده يا حبيب اخوك اكبر نتيجه في بطوله كاس العالم للانديه بنظامها الجديد. الغريب في الموضوع ان بعد النتيجه بتاعت النهارده دي فجاه البوستات اللي بتغطي المباراه وفيها اسقاطات على النادي الاهلي على بيدجات نادي الزمالك انتشرت زي النار في الهشيم، على شاكله الله ما اوكلاند اهو يا جماعه النادي اللي بيعتبر من الاكثر مشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، زي نادي كده موجود عندنا اهو الاكثر تعرضا للهزائم. الله، هو مش نادي اوكلاند ده اللي واخد برونزيه كاس العالم للانديه زي نادي كده موجود عندنا في الدوري المصري، هو كمان واخد اكثر من برونزيه في بطوله كاس العالم، وعلى الرغم من كده اوكلاند اهو بيطحن 10 من نادي بايرن ميونخ. ده ياكد لكم ان مش كل نادي موجود في بطوله كاس العالم للانديه هو الاحق، نادي الزمالك هو الاحق، وكنا كنا محقين جدا في ان احنا نطالب بوجودنا في كاس العالم للانديه، منك لله يا فيفا، ولا بقى دي مؤامره. والحقيقه يا جماعه ان انا بعد ما قريت البوستات دي النهارده بقيت شايف ان الشغل، يعني انا ممكن اسيب الشغل، ممكن اغير كاري بقى واشتغل ادمن على بيدج من بيدجات نادي الزمالك. ما اكمل كده باقي البوستات هتلاقيها سهله جدا، زي انها بوستات من نوعيه نادي الزمالك هو طبعا النادي الوحيد اللي لم يتعرض لاي خساره في بطوله كاس العالم للانديه، ان نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي لم تتلقى شباكه اي هدف في بطوله كاس العالم، ان محمد عواد اصل حراسه المرمى في مصر هو افضل حارس في تاريخ بطوله كاس العالم للانديه، لانه لم يستقبل اي اهداف، وربنا ما يحرمهم من الهبل ابدا. هذا وقد اتتكم فقره 5 ضحك وفرفشه بعنوان عرفت دلوقتي نادي الزمالك بيطلب المشاركه في المونديال بناء على ايه؟
وتعالوا قبل ما نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات نتوقف مع الحدث الاكثر اثاره للجدل بعد مباراه امبارح. والحمد لله لما كلمتك بالتفاصيل الاكيده بالنسبه لي في حلقه الصبح كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي. الناس بعد الواقعه بتاع تريزيجيه وزيزو امبارح كانوا بتقول لك ان زيزو بيتخانق مع تريزيجيه ان زيزو عايز يسدد ضربه الجزاء وان زيزو هو المسدد الاول لضربات الجزاء. وجيت قلت لك في حلقه الصبح ان الموضوع ملوش اي علاقه بزيزو وزيزو ما كانش بيتخانق عشان يسدد الكوره. الفكره وما فيها ان النهارده ورسميا محمود حسن تريزيجيه تم توقيع عليه عقوبه نص مليون جنيه. وبالمناسبه انا شايف ان العقوبه دي قليله جدا 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 على الخسائر اللي تعرض ليها النادي الاهلي بتعادله في مباراه امبارح. سبب اللي حصل امبارح قدام الكاميرات ده ايه؟ ببساطه ان زيزو لما عرف ان اسامه ابو علي هيسيب ضربه الجزاء لمحمود حسن تريزيجيه، زيزو راح كلم الجهاز الفني، فالمفترض ان الجهاز الفني طلب ان اسامه ابو علي هو اللي يسدد ضربه الجزاء، ولكن تريزيجيه تمسك بالكوره، فزيزو راح استعان بمحمد هاني كابتن الفريق الثاني، ومحمد هاني اللي ما خدش باله من اللقطه جه عشان يتكلم مع زيزو على الرغم، جه عشان يتكلم مع تريزيجيه، وعلى الرغم من كده تريزيجيه تمسك برايه وتمسك بقراره ومسك الكوره، بصها مش سامع اي حد، احط الكوره وانا اللي هعبي الشريط بصوتي يا ايمينيم، وراح شايطها في ايد الحارس. عشان كده القرار طلع بعقوبه محمود حسن تريزيجيه، وزيزو ملوش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بان هو كان عايز يسدد الكوره. بالنسبه للكلام عن خوزيه ريبيرو وان الراجل قالب على محمود حسن تريزيجيه، وكل اللي اكتفى بيه بتعليقه عن الموضوع ان هو قال له بالتوفيق بعد ما تريزيجيه قعد يشرح وان هو ما كانش قصده وان هو ما كانش عايز يضيع، قال يعني هو الطبيعي ان هو يضيع، لكن الراجل بعض الاخبار المؤكده بتقول انه هيعاقب تريزيجيه الماتش اللي جاي، وارد جدا ان انت ما تشوفش تريزيجيه اساسي خلال المباراه القادمه. والحقيقه انا مش عارف تريزيجيه كان بيفكر ولا بيعيد حساباته دلوقتي ازاي، يعني ما بين تفكيره بعد ما ضيع ضربه الجزاء وما بين ان هو كان المفروض يديها للمسدد الاول وكنا سجلناها ودخلنا متفوقين نفسيا مع بدايه الشوط الثاني، كان شكلنا كان هيكون عامل ازاي. الحقيقه يعني ما ينفعش ان انا اقول مش عايز اقسو على تريزيجيه، لان على قدر الحدث ياتي الحديث. زي ما قلت ان تريزيجيه هو اهم صفقه بالنسبه لي دخلت النادي الاهلي في الميركاتو الحالي، قيمه وقامه وكابتنه و لازم تريزيجيه يفهم ان على قدر يعني تطلعاتنا لصفقته وان هو هيكون لاعب حجر اساس للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، على قدر الانتقادات الموجهه ليه. تريزيجيه المطلوب منه خلال الفتره اللي جايه انه ينفذ التعليمات بتاعت الجهاز الفني ايا كانت ايه، عشان يرجع مثال وقدوه لزمايله مره ثانيه. ادينا هنشوف يعني. اما بالنسبه للجزء الاخير الخاص باشاعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري، اخبط عينك على عداد اللايكات، يلا نوصل الحلقه 5-6000 لايك، دعم اخواتي الجبار انا دايما منتظره، وضربه جديده لنادي بيراميدز. بس قبل ما اقول لك على الضربه بتاعه نادي بيراميدز خليني اقول لك ان خلال الساعات اللي فاتت حصلت مناقشات مع وكيل اعمال حسين الشحات اللي هو اخوه، اللي كان قبل المونديال بلغ اداره النادي الاهلي انه بيملك بعض العروض الخارجيه، وعايزين رايكم في موضوع ان هو ممكن يحترف او يخرج بره النادي الاهلي. تم الاتصال خلال الساعات اللي فاتت بوكاله اعمال اللاعب وباخوه، ايه العروض اللي عندك وريها لنا كده تمهيدا للبت فيها بعد بطوله كاس العالم للانديه. بصراحه يا جماعه يعني اللي حصل خلال الساعات اللي فاتت سهل القرار جدا على النادي الاهلي. كان في تحفظات، وصلني ان كان في تحفظات بعد تصريحاته الاخيره، لكن منعا لاثاره الجدل يعني بتاعه موضوع لو النادي الاهلي عايز نمشي امشي، لكن كملت امبارح بالاهمال اللي حصل على ارض الملعب. والحقيقه ان انا قلت الكلام ده من يوم تصريحاته ان حسين الشحات بالتصريحات اللي هو قالها دي ببساطه ما ينفعش ان هو يكمل في النادي الاهلي اكتر من كده. ولكن مع الخبر الاخير والضربه الثانيه لبيراميدز، الضربه الاولى كانت ان يوري تيتش رافض ان هو يجدد تعاقده مع نادي بيراميدز لغايه هذه اللحظه. الضربه الثانيه فاكر لما من شهر قلت لك ان فيستون كلالا مايلي في تقارير صحفيه ربطت خروجه من نادي بيراميدز وان النادي الاهلي استفسر عن ضمه لان عقد اللاعب بينتهي في شهر 6 2026. النهارده كل الاخبار المؤكده ان فيستون كلالا مايلي جايب عرض من نادي الفتح السعودي بقيمه حوالي 2.5 مليون دولار لنادي بيراميدز، تقبلوا العرض دلوقتي يمشي في 6 2026 مجانا. طب ايه اللي ما يخليش نادي بيراميدز وهو بيملك فلوس كتيره جدا ان هو يجدد لفيستون كلالا مايلي؟ ببساطه اللاعب مش عايز يكمل في مصر وعايز ياخد تجربه جديده. في نقطه لو حصلت هتخلينا نقول ان بيراميدز تاني نقطه قوه بالنسبه له كهداف كبير بالنسبه لفيستون كلالا مايلي، هتكون قويه جدا قبل بدايه الموسم الجديد. حد يقول لي ايه يعني ايه المشكله يا دوله ما هم معاهم فلوس هيجيبوا؟ طب ما هو كان معاهم فلوس من اول لما طلعوا، لكن الحقيقه ان فيستون كلالا مايلي كان اختيار ممتاز يصعب تعويضه. نتمنى لهم الافضل دائما وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.